جبر الخواطر من أهم الأشياء اللي كيوجب علينا باش نلتفتوا لها في سلوكياتنا في معاملاتنا اليومية، ومن ذلك من خلال الأخذ بيد المكروب ورفع الهمة ديالو والعمل جاهدا على تهويل المصيبة ديالو وتخفيف أثرها عليه، ربما بنصيحة كينتفع بها أو بصدقة كتجبر الكسر الخاطر ديالو، أو ابتسامة كطيب الجرح ديال القلب ديالو الدامي. احنا كأمة مسلمة تحت راية التوحيد ما كيليقش بنا سوى التحلي بالأخلاق النبيلة والمعاملة الحسنة، نزولا عند القول ديال الله سبحانه وتعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، صدق مالك الملك والملكوت. فمن اتخذه نهجا وسلوكا معمولا به فهو بالتأكيد شخص شهم وذو معدن أصيل. فشحال ديال الناس حبيناهم فوق الحب حب، وكافئونا بالخذلان وقتلوا القلوب ديالنا اللي كانت في السابق العهد هي الجبر ديالهم الوحيد. هادشي علاش دائما تنقول لكم: أجبروا خواطر الناس، لأن الله سيجبر خاطركم.